مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه الزيتون المخلل، طريقه سهله خالص وبسيطه وفي ثواني هتعمليه، وقبل 20 يوم هتاكلي منه جميل وبيقعد معاكي من السنه للسنه. انا بعمله على طول بنفس الطريقه دي، بيطلع جميل ومظبوط وملحه مظبوط ما شاء الله. اوريكي طريقتي وان شاء الله هتعتمديها على طول وهتلاقيها احلى طريقه واسهل وابسط طريقه، وفي 20 يوم ان شاء الله هتفتحي عليه تاكلي منه. وده كان الزيتون اللي فايض عندي من السنة اللي فاتت، زي ما انتوا شايفين كده جميل وماسك نفسه. دول كانوا فايضين عندي من السنة اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف الطريقة. هنا معايا هنعمل طبعا كيلو زيتون. هنا معايا 4 كوبايات مية، دي مية مغلية وسبتها لحد ما بردت خالص. اهم حاجة تسيبها لما تبرد خالص. انا غليتها وسبتها لما بردت. بالكوباية الكبيرة دي هعاير بقى المقادير اللي انا محتاجاها. معايا نص كوباية ملح وربع كوباية عصير ليمون. الليمون ده انا عصره على ايدي، مش في الخلاط ولا حاجة، عشان مش يبقى ممرر ويمرر لك الزيتون. ودي معلقة واحدة بس كبيرة سكر. هدوب المقادير دي مع بعض كويس قوي، وانا كاتبة المقادير كلها زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة. ده بقى كيلو زيتون، ده كيلو زيتون عادي، زيتون تفاح، وانا بحب اشققه. دي طريقة امي الله يرحمها وحماتي الله يرحمهم. انا بحب اشققه كده. لو انت حابه تسيبيه زي ما هو براحتك، نفس الطريقه مفيش اي مشكله خالص. يبقى كيلو زيتون غسلته ونقعته شويه وشققته كده. معايا معلقه كبيره هريسه شطه، ومعايا حبه بركه وجزرتين مبشورين، وده الليمون اللي انا عصرته القشر بتاعه هنحتاجه. ودوت ايه، قطعت ليمون طرنشات كده حلقات يعني علشان هنغطي بيه الوش بس. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هننزل على الزيتون بالجزر وهرسة الشطة، ممكن تزوديها بس عشان الشطة كانت حامية قوي فخفت يحمل معايا الزيتون يبقى حامي ما نعرفش ناكله. نزلت بكل المقادير اللي قلنا عليها، وسبت شوية كده على جنب من الليمون او قشر الليمون وشرايح القشر وشرايح، سبتهم على جنب علشان اغطي بيهم الايه الزيتون من فوق. ده بطرمان ازاز بحب اعمل فيه، غسلته وعقمته، وبعدين نزلت بالزيتون بقى اللي عملناه مع بعض. هنزل عليه بالميه الخليط اللي احنا عملناه. ال4 كوبايات ميه ما شاء الله كانوا مظبوطين على الكيلو بالظبط زي ما انتوا شايفين كده، ما احتاجتش ميه تاني ولا حاجه تاني. ال4 كوبايات مظبوطين على كيلو. هنا بقى خلاص خلصت كده الطريقه زي ما انتوا شايفين، ما فيش اسهل من كده. هغطي الوش بقى بشرايح الليمون كده. غطيت الوش خالص وهنزل عليه بشوية زيت عشان بس ايه اللي على الوش دوت بيبقى يعمل ابيض، طبقة بيضة كده. بس الحمد لله انا فتحت عليه ما كانش عمل ابيض ولا حاجة، والقشر الليمون دوت اتخلل معانا كمان. يعني القشر كمان بتاكليه، قشر الليمون دوت او الليمون بيتاكل عادي. هنا بقى هغطيه كويس. طبعا انا كنت لسه هدور على الغطا لان الغطا ما لقيتوش، فانا بغطيه الاول بكيس بلاستيك كده كويس، وبعدين هحط عليه الغطا بتاعه. وبكده نكون عملنا مع بعض احلى واسهل طريقة زيتون. اقسم بالله كان جميل وفضيت منه شوية عندي لان انا فتحت عليه قبل ما انزل الفيديو. جميل ما شاء الله عليه، وطريقة سهلة وبسيطة، والملح بتاعه مظبوط ما شاء الله. ودوت اللي كان فايض عندي هيبقى نفس الطريقة كده ان شاء الله. ممكن زي ما اتفقنا ممكن تشققيه او تسيبيه زي ما هو. ودي كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم والطريقة تكون عجبتكم وجربوها ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.